تخيل معي جهازا صغيرا يراقب نشاط دماغك، وقبل أن تنطق بكلمة يعرف ما الذي تفكر فيه. هذا ليس خيالا علميا تماما، بل هو مجال بحثي متطور. العلماء يستخدمون تقنيات مثل تخطيط الدماغ EEG والرنين المغناطيسي الوظيفي لتحليل أنماط النشاط الدماغي المرتبطة بأفكار معينة. الهدف: مساعدة الأشخاص الذين فقدوا القدرة على الكلام بسبب السكتات الدماغية أو الأمراض العصبية، أو حتى تطوير طرق جديدة للتواصل بين الإنسان والآلة. صحيح أننا لم نصل بعد إلى قراءة الأفكار بدقة تامة، لكن الباحثين حققوا تقدما ملحوظا. على سبيل المثال، تمكنوا من فك رموز كلمات مفردة أو حتى جمل قصيرة من نشاط الدماغ. هذا الاختراع يحمل إمكانيات هائلة، لكنه يثير أيضا أسئلة أخلاقية حول الخصوصية وسوء الاستخدام المحتمل. تخيل أن تصبح أفكارك مكشوفة للآخرين دون إرادتك. لذا، من الضروري أن نطور هذه التقنيات بحذر ومسؤولية. والبعض من الأبحاث بدأت في عام 2019 وتطورت بشكل كبير خلال السنوات 54 الماضية.